السلام عليكم الناس الزينة، وش راكم؟ صحة رمضانكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ويلقاكم الفيديو تاعي كامل بصحتكم. نرحب بكم كاملين مشتركاتي القدم، ونرحب ثاني مشتركاتي الجدد اللي دخلوا جدد القناة. نقول لكم اهلا بكم، نورتوني والدار داركم، وان شاء الله يا ربي يعجبكم محتوى القناة. وثاني حبيباتي، ماذا بكم قبل ما تبداو الفيديو تروحوا كامل تخليوا لي هذيك الجاب، تخليوا لي هكا كومونتير شباب، يا لو كنت تقولوا لي سلام، المهم خليوا لي نقطه يا سيدي، المهم خليوا لي هكا تعليقات، والتعليقات تاعكم والجيم تاعكم ما هي الا تشجيع وتحفيز. وهنا راح نبدا معاكم في وصفات تاع اليوم، وحبيت نقول لكم برك حاجه، باللي هادو الوصفات ما هما الا اقتراحات لطاوله افطار. كاش وحده تهز فكره، كاش وحده تدي هكا حاجه ما تعرفهاش، كاش مبتدئه. المهم سينو كل واحد محتاج ربي يرزقه من بابه الواسع، هذا واش حبيت نقول. واول حاجه بديت بها هنا هو هاد البوراك، على بالكم يجي بزاف بنين. اني تقاسمت ديجا معكم زوج وصفات، بصح الوصفه هذه قالت لهم نرقدوا لهذوك الوصفات تجي بزاف بنينه. شوفوا، اول حاجه حكمت السلق، غسلته كامل، نقيته وقطعته، درت فيه شويه نتاع الزيت، شويه تاع فلفل كحل، ايفيتيت الملح، ما ديروش الملح. واش درت ثاني؟ ودرت كاس نتاع الماء ماشي معمر بزاف، باسكو انا درت سلق كامل ماشي غير الورق، وخليته يذبال معايا في المقله على النار، خليته يذبال معايا. من جهه واحده اخرى هنا راح نولي لاصوص بيشاميل وفرomاج. شوفوا واش درت فيها، درت ملعقه كبيره نتاع الزبده، تقابلها ملعقه كبيره تاع فارينه. نحاول اني نحمص كامل بعد ما تذوب هذيك الزبده بيان سور، نحاول اني كي ندير الفارينه نحمصها كامل، معناتها هذيك الفارينه نعطي لها هكا شويه وقتها في الطياب، ما تقعدليش خضراء. من بعد هنا واش راح ندير؟ هنا راح ندير الحليب بشويه. شوفوا الحليب لازم ديروا بشويه، علاوه هنا باش انتوما تتحكموا في القوام تاعها لازم تجيكم ثقيله. شوفوا هنا ثاني واش درت الملح، ما درتش جوز الطيب انا هنا في البوراك اني ما نحبهاش، وما درتش ثاني الملح. علاوه ما درتش الملح كيما راكم تشوفوا هنا درت كونتيتي تاع الفرماج يجي مالح، ايفيتيت الملح. فهمتوا؟ تما في السلق عبالكم باللي السلق خداع، يطلق كامل هذوك الاملاح تاعو، ودي فوا كنلخلنا مع الاول كي نديرو كونتيتي تاع الماء هو يذبل يولي شويه ويخرج لنا مالح بالبزاف. انا السلق ما نديرلوش الملح. وشوفوا ثاني هاد لاصوص بيشاميل من درت الفرماج، ايفيتيت الملح. شوفوا بعد ما نحيه على النار نخلط هذاك السلق اللي كان طابلي ديجا من قبل، ونفرغو هكا في طبسي. بعد ما نخلطو كامل نفرغو هكا في طبسي ونخليه يبرد تماما. شوفوا لي هنا بعد ما يبرد هاد السلق مع هاد لاصوص بيشاميل كراح الزيت يحكم روحو، ما يقعدش هكا جاري. وش هو نتوما لاصوص بيشاميل حاولوا انكم ديروها ثقيله شويه، ما تديروهاش جاريه كيما ديروها في لي غراتان ولا في لي بات ولا لا لازم تخلوها ثقيله شويه. وهنا نبدا نعمر في الورق نتاعي تاع الديول. شوفوا نحكم كونتيتي، نحطها هكا في وسط الورقه تاع الديول. هنا دوكا كل وحده كيفاش تفاصوني الديول تاعها، ولا كل وحده كيفاش تخدم الديول تاعها. المهم انا هذه هي لا فاصون تاعي، كل وحده كيما حبت ديرهم. المهم هنا نهدر ونعاود، سورتو بالك اللي دخلوا جدد للقناه لما يجيكمش البوراك تاعكم يقرمش. اني هدرت ديجا في الفيديوهات السابقه، اي حشو راح ديروه لازم تخليوه يبرد تماما، باسكو هذيك لافابور اني قلت لكم راح تولي على هذوك الورق نتاع الديول يخليوهم يذبالوا، تما تروح لهم كامل هذيك القرمشه. وهنا خياتي اني رايحه نبدا نقلي فيهم. شوفوا كي تحطوهم في المقله حاولوا انكم ما ترميوهمش، تحطوهم غير بالعقل بالوحده، ايفيتيو برك بيان سور تتحرقوا في يديكم. هنا بعد ما تحمروا لي من الجهه التحتانيه اني رايحه نقلبهم، نزيد نحمرهم بيان، نحيهم ونخليهم يقطروا مليح. ضروري انكم تقطروهم بيان، شتو هاد الديول هادو اللي يتباعوا برا تاع الباكيات يهزوا بزاف الزيت بارابور اللي تخدموا في الدار.
هنا أني خليتكم تسمعوا هذيك القرمشه، شهيتكم في الجنه، وهذه هي النتيجه النهائيه. والحشو تاعو بزاف بنين، جربوه وردوا لي بالخبر. وهنا حنولي الوصفه الثانيه وهي الكمونيه. شوفوا وصفه ثاني بزاف سهله وتوجدوها تمتم. شوفوا في قدره صغيره ولا في مقله واش راح ديروا كميه صغيره تاع الزيت، ما تكثروش بزاف هكا باش ما تجيكمش ملدمه. شوفوا تخليو هذاك الزيت يسخن مليح. شتو من ديروا هذيك الكبده تاعكم لازم تسمعوا هذاك الحس هذاك تاع الزيت كي يبدا يطرطق من يقيسوا الماء ولا هذيك هي. شوفوا هنا مش راح ندير الملح، مش راح ندير والو، نخلي هذيك الكبده تاعي تتقلب بيان، تسمى تدي وقتها كامل في التقليه. من بعد هنا واش راح نزيد؟ راح نروح نزيد حبه نتاع البصل، ما تكونش كبيره كامل ماشي صغيره، هكا كونتيتي تاع بصل. شوفوا لي هنا ثاني بعد ما نحط هذاك البصل ولا هذيك البصله، خليوها تتقلى مع هذيك الكبده شويه، ماشي تمتم نروح نتبلها. شوفوا هنا كي تحركوها ثاني حركوها غير بالعقل هكا باش هذيك الكبده ما تتفتتش كامل معاكم. وهنا ما نطولش كامل عليها ونعاود نولي لها. واش راح ندير؟ الملح، هذه حاجه باينه واش هو، ما تكثروش بزاف الملح باسكو الكبده انا نشوفها كيما السلق اي تطلق في الملوحيه. المهم هنا الملح لا خصوكم من بعد تقدروا انكم تضيفوا شويه، سينو مع الاول ديروا غير شويه. دوك نبداو نوليو للتوابل. هنا واش عندي؟ شوفوا عندي فلفل كحل، عندي شويه تاع كزبر، عندي شويه تاع كرويه، وعندي شويه تاع الكمون، وعندي ثاني زعتره. انا استعملت المرحيه، نتوما ما عندكمش المرحيه استعملوا هذوك تاع الورق. وبيان سور ثاني عندي ملعقه كبيره تاع فلفل احمر هذاك الحلو. واستعملت ثاني حوالي 5 سنينات نتاع الثوم وورقه نتاع الرند. وهنا استعملت ملعقه صغيره نتاع الهريسه هذيك اللي تخدم في الدار، حبيتوا ديروا اللي تشلوها برا ديروها. ثاني هنا كيما راكم تشوفوا اني ما استعملت طوماطيش تاع البواطه، اللي تحب ثاني تستعمل طوماطيشه تاع البواطه تقدر انها تستعمل ملعقه صغيره. واللي يحبوا ثاني بزاف الحار تقدر انك ديري فوق الكميه اللي درتها انا من هذاك الفلفل الحار. هنا نقلبها ونغطي عليها ونخليها تتقلى في هذوك التوابل. من بعد نعاود نولي لها. وهنا نحكم حبه تاع الطماطم تكون كبيره رحيتها. هنا انا نقصت لاسيديتي تاع الطماطم، تما مستعملش تاع البواطه. رمضان يا رمضان الشرب على بالكم باللي فيها كميه تاع الطماطم، تما مليح الواحد ينقص هكا شويه على روحه، او تكون الماكله تاعنا في الميزان على بالنا باللي في رمضان هانا نهردوها بصح ليسونسيال. نخلي هذيك الكمونيه تاعي طيب، نزيد لها حوالي نص كاس نتاع الماء. وهنا كانت النتيجه النهائيه. هنا اللي تحب تزين بالمعدنوس تزينها كيما انا نحب بزاف الكو تاع الدبشه ولا الحشيش تاع الشوربه، عليها زينتها كامل بهذيك الحشيش تاع الشوربه. سينو نتوما استعملوا الشيء اللي راكو حابينه. هنا حبيباتي ثاني حبيت نشارك معاكم الوصفه هذه تاع العصير. شوفوا اول حاجه حكمت حوالي 3 حبات نتاع تفاح، قشرتهم قطعتهم ودرتهم في الماء وخليتهم يطيبوا. شوفوا بعد ما يطيبوا نحي هذيك الكاسونه فوق النار، ضروري اني نخلي هذاك الماء وهذاك التفاح يبرد تماما. من بعد في خلاط نفرغ هذاك التفاح بالماء تاعو اللي طاب فيه. وعندي هنا عصير تاع 2 حبات نتاع برتقال وعصير تاع حبه قارص مع 6 ملاعق تاع السكر وليتره تاع الماء. شوفوا نحط كلش ضربه واحده، نشعل الخلاط تاعي ونخلي كلش يترحى. شوفوا هنا نتوما ثاني تتحكموا في السكر كيما انا هنا 6 مغارف نتاع السكر جاني لاباس عليه. سينو نتوما من بعد تحكموا فيه، قادرين انكم تزيدوا اللي يحب الحلاوه بزاف قادر حتى يمشي من 7 حتى 8 مغارف نتاع السكر. وهنا شوفوا لي القوام تاع الجو تاعي ما يجي ثقيل ما يجي خفيف، والبنه تاعو بزاف شباب. شوفوا فيه التفاح فيه التينه فيه القارص الاسونسيال، فيه كامل الحوايج الملاح. وثاني هاد الجو ثاني مش راح يكحالكم باسكو هذاك التفاح طاب خلاص. وهنا حبيباتي راح نولي معاكم لهاد الوصفه تاع التحليه، على بالي على قد ما راح نحكي عليها اي قليل لازم تجربوها كيما والفتكم ساره. ديما نحب نجيكم بوصفات بزاف اقتصاديه وعلى بالي باللي راح تعجبكم. شوفوا اول حاجه هنا احكموا لي 3 كيسان تاع حليب. الحليب هذاك لازم يكون بارد، نقول لك ونعاود لك لازم يكون بارد.
شوفي من بعد واش راح ديري، راح تحكمي 4 ملاعق تاع مايزينا. هذيك المايزينا ولا هذوك المغارف نتاع المايزينا ما تعمريهمش حتى التم عادي. عمري هكا مغرف تكون ماشي معمره بزاف تاع مايزينا وحطيها لي في هذاك الحليب. من بعد هنا تزيدي تحكمي كاس نتاع الماء ثاني لازم يكون بارد وتبداي تخلطي. شوفي هنا نوليو السكر هنا عندكم 6 مغارف نتاع السكر، نحطوهم في هذاك الحليب وفي هذاك الماء كامل ونبدا نخلطو فيه. ضروري انه هذاك السكر يذوب كامل في هذاك الحليب والماء هكا باش كي نحطوه على النار ما يهبطلناش كامل لتحت ويولي يتكرمل معانا ويطلق المروريه. فهمتوني؟ اي دوكا واش راح ندير هنا؟ راح نحكم الكاكاو، راح نستعمل 3 ملاعق. واش هو الكاكاو؟ استعملوا هذاك البني هذاك اللي فيه ريحه الشوكولا. يعني قلت لكم ديما شريوه او مليح بالبزاف، يتباع عند اللي يبيع لوازم الحلويات، شريو تاع الميزان فيه ريحه بزاف شابه. هنا خلطت كامل هذوك المكونات وحطيتهم فوق النار حتى يثقلوا معايا. من جهه واحده اخرى هنا اني جبت لي فيرين هذو من بعد مع الاخر اني ما استعملتهمش، موالف نستعملهم بصح في التحليات البارده. كي شفت بلي هذه التحليه سخونه صراحه خفت يطرطقولي. مع الاول اني استعملتهم تما اني بديت نفتت فيهم المادلين، من بعد اني رحت بدلت ديفيرين واحد اخرين. المهم هنا حبيباتي كطبقه اولى واش راح ديروا؟ راح تحكموا هذا المادلين اللي يتباع برا، اللي ما فيه اللي يجي فيه الداخل والو، يكون ساكت ما يجيش فيه هذا كونفيتور تاع لابريك ولا تاع الفراز ولا لازم يجي سامبل. وهنا في شاك فيرين اني فتت حبه. تقدروا حتى انكم تشريو هذاك اللي مخدوم بالشوكولا، وكما تقدروا ثاني لما توفرش عندكم المادلين تقدروا انكم تشريو هذاك المونغوتي هذاك وتفتتوه. شوفوا هنا نوليو لا كريم تاعي واش ندير لها؟ ندير لها 2 ملاعق تاع الزبده ماهمش معمرين بزاف، وعندي ثاني 50 غرام تاع الشوكولا. تقدروا انكم تشريو هذوك اللي تتباع في الحوانت هذيك الصغيره اللي دير 6000 ولا 7000. كيما تقدروا انكم تستعملوا ملعقه تاع شوكولا اتارتيني، وندير 2 مغارف نتاع كريمه الشانتيه ونبدا نخلط فيها. هنا هاد العمليه تاع تسويو المادلين تاعكم لازم ديروها مع الاول هكذا باش الكريمه تاعكم ما تبداش تشد في روحها. كيما انا هنا بدات تشد لي في روحها باسكو غفلت عليها شويه. سينو نتوما سقموا هذاك المادلين تاعكم ولا هذاك المونغوتي ولا سا ديبون نتوما واش راح تستعملوا مع الاول. من بعد تمتم لازم تفرغوا هذيك الكريمه تاعكم باش تسويوها. المهم هنا انا كانت ثقالت معايا شويه بصح معليش هكاك وسلكتها. فرغت كامل لي فيرين تاعي عمرتهم كامل، وبيان سور بعد ما تعمرهم لازم تنقيوهم. كيما انا هنايا كاين دي فيرين وين طشيتهم هكا شويه بالبابي مسحتهم كامل ولاو يشعلوا شعيل هكا باش تكون الخدمه تاعكم فيني وتكون بزاف شابه، المنظر تاعها يجي شباب. شوفوا لي هنا من بعد ضروري انكم تخليوهم يبردوا. من بعد واش راح ديروا؟ حتحكموا كونتيتي تاع لي زامون ديفيلي. بيان سور تكونوا حمصتوهم شويه. هادو لي زامون ديفيلي ما تحطوهمش مع الاول، سينو هذيك لافابور تاع لا كريم راح تطلق عليهم يذبل لكم ما يكونش عندهم هذيك القرمشه حتى يبردوا كامل لي فيرين تاعكم. من بعد زينوهم بالطريقه هذه. شوفوا لي هذاك القوام كيفاش يجي، والبنه ما عنديش واش راح نقول لكم. انا ديفوا نحب نجي كامل نذوقكم واحد بصح الله غالب. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. وهذه هي الوصفات تاع اليوم ولا اقتراح طاولة إفطار تاع اليوم. أنا كنت هنا رافقتها بخبزة تاع بطاطا مقلية مع البيض، شوربة، سلطة. وهنا حبيباتي نكونوا لحقنا لافان تاع لا فيديو. نقول لكم صحة فطوركم، تهلاو لي بزاف في رواحكم. استنوني في فيديوهات اللي راهم جايين، وسلام.